لما تسمع من ربنا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تلاقي الآية بتقول لك قل يا عبادي. عبادي ربنا سبحانه وتعالى بينسبنا ليه. طيب هم مين العباد دول اللي هم منسوبين لله سبحانه وتعالى وهو نسبهم لنفسه سبحانه وتعالى؟ الذين أسرفوا. يعني إيه الذين أسرفوا؟ يعني بالبلدي كده اللي ما فيش حاجة ما عملوهاش. بص بوظوا الدنيا خالص وبكميات كمان، يعني بص دمار. تحس بقى ان انت بقى ايه اسرفوا في عذاب في عقاب في لا 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 تقنطوا من رحمة الله. بعد كل اللي انت عملته ده بذنوب الخلوات بالحاجات اللي انت بوظت فيها الدنيا دي كلها، ما تيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الواحد مش مستوعب الرحمة، يعني فعلا الآية دي الواحد مش مستوعب الرحمة اللي فيها ومش عارف طيب ايه الرحمة دي. وبعدين تبص لنفسك يا اخي، يعني ايه الكسوف ده؟ طبعا يعني بتبص في الارض، يعني انا اعمل كل ده اعمله ربنا سبحانه وتعالى يقول لي لا تقنط من رحمتي. اصل ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، كل حاجه. ابليس يتجنن من الايه دي، يبقى شغال عليك بص ظبطك اخر ظبطه، وبعدين تيجي تفوق كده تقول ايه ده؟ لا 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 انا هرجع لربنا سبحانه وتعالى، انا هتوب، انا الحياه دي مش عجباني، انا لو مت كده هخش النار، انا هتعذب، انا مش عايز اتعذب. فتقوم وتتوضى وتصلي ركعتين وتبقى مسرف، تبقى مدمر الدنيا خالص، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. انه هو الغفور الرحيم. غفور ورحيم، كثير المغفره وكثير الرحمه لدرجه انا مش فاهمها ومش عارف استوعبها. يعني اقسم بالله انا بحمد الله ان هو الله، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبنا. الحمد لله ان هو اللي هيحاسبنا، والحمد لله ان ربنا ملوش شريك. الحمد لله كان زماننا اتبهدلنا والله. والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى ملوش ولد ولا ليه صاحبه ولا اي حد، هو واحد احد فرد صمد، هو ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله ان هو ربنا، والحمد لله ان هو كتب على نفسه الرحمه. الايه دي احفظها كده، احفظها وايه وحطها قدام عينك، لان ده اكبر مدخل لابليس ان هو يلعب على الحته دي. وبص بقى، طبعا انت ما تقنطش من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ولما تخش في رحمه ربنا سبحانه وتعالى وتستغفر وتشوف قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى واسعه فعلا، حاول بقى ما ترجعش للذنب تاني، وجاهد نفسك وقاوم نفسك وشوف ايه الاسباب اللي بتوقعك في الذنب ده واقرص على نفسك. عارف ليه تقرص على نفسك يا اخي؟ عشان احنا مكسوفين والله العظيم مكسوف من ربنا سبحانه وتعالى. انا بقولها لك والله العظيم انا مكسوف من ربنا سبحانه وتعالى، مش بقول لك انت، انا. فبجد والله سبحان الله والحمد لله ان الله هو الله ولا اله الا الله.